فيديو النهاردة مختلف ومميز. هنعمل الرز الفلاحي على أصوله أو الرز المدسوس الفلاحي على حسب ما بتقولوا عليه. هقول لكم كل التكات ازاي يطلع معاكم فلفل والوش متحمر زي ما انتوا شايفين باللون الجميل ده. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وبشكر اي متابع جديد، شرفتوني ونورتوني في قناه المتواضعه. يلا نصلي على نبينا الغالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدا ونشوف الجمال ده عملناه ازاي. اول حاجه نبدا بيها اللحمه الشوربه. اللي متابعني عارف ان انا بصمت للحمه. يعني ايه بصمت للحمه؟ بحط ميه وفيها ورق لوري وحبهان، ولما الميه بتغلي بحط فيها اللحمه تغلي غلوه تطلع اي زفاره فيها، وبعدين بطلع اللحمه باخدها شطفه كده تحت الحنفيه وبغسل الحله بتاعتي كويس قوي، وبرجع اشوح بالماده الدهنيه اللي يريحكم. حطيت زيت وحبهان ورق لوري او غار على حسب ما بتقول عليه. انا بحب اكسر الحبهان نص تكسيره عشان اخد المنكهات بتاعته كلها. تمام كده. وهنحط كمان سمنه بلدي معلقه كده محترمه او معلقه ونص زي ما انتوا شايفين. طبعا مين ما بيعملش الحركه دي؟ لازم الحته الاخيره بتاعه السمنه لازم نسيحها في الحله ما بنسيبش اي حاجه. وبحط كمان معاها مستكة. المنكهات بقى دي ترجع لكم، شوفوا انتوا بتحبوا ايه منكهات للشوربة حطوها، بس دي المنكهات اللي احنا بنحبها واللي انا بستخدمها في اي حاجة لحوم، يعني لحوم فراخ بط اي حاجة من دي. طبعا زي ما قلت لكم انا كنت صامته اللحمه وزي ما انتم شايفين معايا زي الفل. حطيتها بغطي عليها دقيقه بس تاخد من طعم المنكهات والسمنه والزيت بتاعي الماده الدهنيه عامه. وبحط بصله. تمام كده. وطبعا غاليه ميه وبحطها وبسيبها على نار متوسطه لحد ما اللحمه تستوى معايا، وببدا احط لها الملح. تمام كده. طبعا في ناس بتحط بطاطس، في ناس بتحط جزر، في ناس بتحط منكهات كتيرة اللي يريحكم. بس شايفين الشوربة بتاعتي مختلفة بجد، فل شمعة منورة زي ما بنقول. معايا الطاجن بتاعي او ممكن تعملوها في صينية. غسل الرز، طبعا الرز ده على حسب الكمية وعلى حسب ما انتوا عايزين، بس انا عاملة 3 كوبايات رز. فضيت الرز كده زي ما انتوا شايفين. طبعا لو انتوا عايزين تعملوها زي ما بقول لكم في صينيه في قالب بايركس اللي يريحكم. تمام كده. بس انا قبل ما احط الرز في الطاجن كنت مشغله الفرن على اعلى درجه حراره. دخلت الطاجن يسخن معايا شويه، تمام، وطلعت حطيت فيه الرز وبدات احط الملح على حسب بقى الرغبه وعلى حسب الكميه. وحطيت هنقول معلقه كبيره فلفل اسود. تمام كده. وهحط سمنه بلدي، يعني هنقول حاطه معلقه محترمه كده، يعني معلقه وربع معلقه ونص، ممكن تحطوا معلقتين على حسب الدسامه اللي انتوا حابينها، بس انا خليته في الوسط دايما بيبقى حلو. زي ما انتوا شايفين حطيت السمنه البلدي وبدات ادعكه بالرز، يعني بغلف الرز بالسمنه البلدي كويس قوي بالملح والفلفل. انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي. انا اصلا ما بحبش الرز المعمر، يعني زي ما انتوا عارفين انا بقالي قد ايه فاتحه القناه ما عملتوش ولا مره، بس بجد جربوا الطريقه دي جميله قوي هتعجبكم ان شاء الله. اللي مش غاوي الرز المعمر لا هيحبها وهيحب ياكلها، هتعجبكم قوي. غلفت الرز زي ما انتوا شايفين كويس. ومعايا طبعا اللحمه كانت اخدت، يعني كانت خلاص داخله في السويه، ما خليتهاش تستوى سوى كامل عشان لسه هتخش معايا الفرن مع الرز فهتكمل السوى بتاعها. تمام كده. انا كنت بس عايزه ادفنها تحت، بس عادي مش فارقه، هي اما احط اللبن والشوربه هتقب معايا من فوق. تمام كده. سويها بس واسوي الرز زي ما انتوا شايفين. قولوا لي بقى طريقتكم ايه في الرز المعمر، بتحبوه ولا لا؟ جربتوه؟ هو ليه طرق كتيره على فكره، يعني مش الطريقه دي بس، كل زي ما بنقول كل شيخ وليه طريقه. فقولوا لي طريقتكم ايه فيه وبتحبوه ولا لا، او بتحبوا جنبه ايه. يعني بصراحه احنا عملناه كده بس، وهنحمر جنبه بطاطس وخلاص. معايا بقى معلقتين كبار لبن بودر، وممكن تحطوا ميه، بس انا طبعا معايا الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين الشوربه بتاعتي الخطيره. انا عايزاكم تجربوا الشوربه بطريقتي وارجعوا قولوا لي. تقريبا نص كوبايه لكوبايه. تمام كده.
دوبت فيها اللبن البودر وحطيته كده على الرز بتاعي. هو سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه على فكره. اللي يقول لك رز معمر يا الموضوع صعب، لا خالص. معايا كمان معلقه زيت، عشان بقى المعلقه دي هي اللي هتخليه فلفل معاكم. تمام. ومعايا اللبن مسخناه كويس قوي، وصل لدرجة الغليان. انا حطيت دول 4 كوبايات، اللي هو اللتر اللبن او الحليب، عشان اخواتنا العرب بيبقى عندهم اسمه حليب. تمام كده. حطيت ال4 كوبايات، وهظبط الملح بتاعي. وكنت طبعا زي ما قلت لكم شغاله الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة. تمام كده. لسه في تكايه، هي دي اللي هتخلي الوش بتاعي متحمر، وزي ما انتوا شفتوا خطير جدا. هنا حطيت ال4 كوبايات. طبعا لو في قشطه بقى وكده، كل ما اللبن يبقى دسم هيبقى الطعم خطير معاكم قوي. انا كنت بس هنا بقلبه، وكنت بظبط الملح بتاعي، وبشوفه لو محتاج لبن او شوربه او ميه. تمام كده. هنا بقى التركايه بتاعتي القشطه بتاعت وش اللبن، هي دي اللي مخليه اللون الخطير اللي انتوا شفتوه في الاول. جربوها هتعجبكم قوي ان شاء الله. لو ما فيش القشطه هيدي معاكم لون ان شاء الله، يعني ما تقلقوش. بس هو خطير يا جماعه، جربوها. القشطه دي فرقت جدا مش بس في التحمير، في الطعم كمان اديته دسامه وطعم حلو جدا. انا عايزاكم تجربوه زي ما قلت لكم. ارجعوا قولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي لو انتوا ليكوا طريقه تانية ممكن نبقى نجربها مع بعض، يمكن تعجبني. فبصراحه خطير. هنا بقى كنت زي ما قلت لكم شغاله الفرن على اعلى درجه حراره، ومشغله كمان الشوايه. زي ما قلت لكم انا حمرت جنبه شويه بطاطس. طبعا في ناس بتعمله جنب الطبيخ، في ناس بتعمله جنب السمك. والله انا شفت ناس عاملاه جنب السمك المشوي. فطبعا براحتكم تعملوا بقى جنبه صينيه بطاطس، تعملوا خضار، باميه، فاصوليا، بسله، اللي يريحكم. بس احنا حابين ان احنا نعمل حاجه خفيفه، وقعد معايا تقريبا ساعه الا ربع. تمام كده. زي ما انتوا شايفين طلع معايا خطير يا جماعه، خطير. شايفين الجمال؟ بصوا ملهوش حل. انا عايزاكم تجربوه. طبعا اللحمه كانت خلاص كملت السويه بتاعه. طبعا كل ما اللحمه تبقى فيها نسبه دهن هتفرق معاكم في الطعم. وزي ما انتوا شايفين مفلفل وجميل جدا. انا ما بحبوش زي ما بقول لكم، بس خطير. جربوها يعجبكم. وهستنى رايكم في فيديو ايه النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيفه عليكم. وقولوا لي اتغديتوا ايه النهارده عشان ناخد افكار من بعض. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.